النهايات أخلاق. ناس كتير جدا ممكن لما يختلفوا يبقوا ناس تانية ما كناش نعرفهم ولا عمرنا كنا نتخيل انه يكونوا بالصورة دي. يظهر الوش الحقيقي. خلينا متفقين ان الوقت الحلو دايما الناس بتكون فيه حلوة، واحنا راضيين عن بعض واحنا بنحب بعض، بنسمع من بعض احلى كلام. لكن اول ما بنختلف كل واحد بيظهر على حقيقته، والاصل بيبان والتربية بتبان. في بوست انتشر على الفيسبوك عجبني جدا جدا جدا، مبهورة ومبسوطة جدا. وبجد بجد البنت والولد دول لو هم لسه ما رجعوش او رجعوا، في كل الاحوال ربنا يسعدهم ويهنيهم ويبارك لهم في حياتهم وبنتهم، لان هم اثبتوا ان المحترم والمتربي هيفضل متربي وهيفضل محترم، والمحترم والمتربي حتى لو اختلف معاك هيصون عشرتك وهيتكلم عنك بكل خير قدامك ومن وراك، وعمره ما هيقطع حبال الود اللي بينكم، خاصة بقى كمان لو في أطفال. دي واحدة اتطلقت من واحد وقعدوا 4 سنين متطلقين. 4 سنين على فكرة مدة مش قليلة أبدا، 4 سنين دي مدة كبيرة جدا. لكن هي فضلت تحبه، وفضلت قبل ما تحبه تحترمه، وده مهم جدا. لان دايما لما بيتقطع حبال الوصال وبنتطلق بننسى الحب وبننسى الاحترام وبننسى المودة وبننسى العيال، وبنبتدي بس يبقى الهدف ان احنا نشوه بعض. ازاي نشوه بعض وازاي نقول على بعض حاجات مش حقيقية، وازاي الست عايزة تطلع مظلومة فتفضل تجيب في سيرة جوزها والعكس صحيح. لكن شوفوا الجمال اللي لازم كلنا نتعلم منه، لمجرد ان لقينا مثل ايجابي كان لازم نتكلم عنه لانه مش موجود كتير. بنت اتطلقت من ولد او من شاب وقعدوا 4 سنين متطلقين، مدة كبيرة، وعندهم بنت واحدة. لكن هي كتبت بوست على الفيسبوك، البوست ده غير معاني كتير جدا، حتى حياتها اتغيرت بعد البوست ده. كتبت: حاولت وحاولت أن أعتبرك صديقا لي ولكني فشلت، فأنت أول شخص دخل قلبي واستملكته، وأنت من جعلتني أم لأجمل طفلة. كل ما أراها أتذكر تعبير وجهك عند قدومها لهذه الدنيا، ووعدك ليها بأنها تكون أسعد فتاة هي وأمها. أعلم أني أخطأت بعصبيتي وأخطأت بزعيقي وشقاوتي معاك، ولكن لم أكن يوما أرغب في جعلك حزينا أو أكون سببا في بعدنا. لا أستطيع أن أبعد عن رأسي فكرة ارتباطك بأخرى وارتباطي بغيرك، فأنت حلمي الجميل الذي أغفو كل ليلة على أمل عودتك. انتظرتك لسنوات حتى تعود، والآن علمت أن تلك السنوات كانت أصعب أيام حياتي، والقادم أصعب وأصعب، ومع ذلك أعذرك وبتمنى ليك من كل قلبي الخير، وعليه أنا هتحمل نتيجة أخطائي. انهالت التعليقات من الأصدقاء على المنشور بالدعاء لهم بالاستقرار وبالمستقبل الواعد، لحد ما طليقها كتب: هل تقبلين أن توجهي دعوة لطفلتي بأن تقوم لحضور زفافنا الذي غابت عنه؟ حاجة جميلة جدا. يعني كتب لها كده: تقبلي ان بنتنا تحضر فرحنا، اللي هي طبعا ما حضرتوش لان ما كانتش جت الدنيا ساعة فرحهم الحقيقي، يعني معناها تقبلي ان احنا نرجع لبعض ونرجع بفرح. شوفوا يا جماعة، لما بيبقى فيه احترام ممكن النفوس ترجع تاني احسن من الاول. لما ما بننساش الود وما بنقطعش الحبال بيبقى النماذج عاملة كده. لما بيبقى في أطفال بنحترمهم وبنحترم إنه ملهمش ذنب في أي حاجة حصلت، بتكون النتيجة كده، بيكون في ود وفي خير وفي رحمة، بيكون القلوب نظيفة، ممكن نتجمع تاني وممكن نرجع تاني. عشان كده البنت دي وهي وجوزها بيعلمونا درس مهم جدا، بيعلمونا كفاية خناق وكفاية مشاحنات وكفاية محاكم الأسرة اللي انتوا رايحين بتتمرمطوا فيها انتوا وعيالكم. الراجل الجدع ما يمرمطش مراته ولا عيالها في محكمة الأسرة. الراجل الجدع ما يسيبش عياله لراجل تاني يربيهم ولا يصرف عليهم. الراجل الجدع ما يقعدش ياخد ذنب عياله بذنب أمهم لمجرد انه سابها. ما يطلقش الأم بعيالها. اتقوا الله في عيالكم يا اللي مجرجرين ستات كانت في حياتكم وراكم في محاكم الأسرة، وتتهربوا وتفضلوا تعملوا في أوراق فيك عشان تثبتوا ان انتم معكوش مرتبات عشان تصرفوا في الآخر على عيالكم على فكرة دول عيالكم مش عيال حد تاني. اتقوا الله. وكل ست بتسمعني، خليكي ست محترمة حتى بعد الطلاق، حتى لو انفصلتوا وحتى لو اتقطعت حبال الود، كلمي عنه بالخير طالما ابو عيالك. ما تجريش تشتكيه على الفاضية والمليانة عشان بس تنتقمي منه، وعشان بس تهديه، وعشان بس تبهدليه.
احترموا لو يوم واحد عشرة، احترموا أكلة كلتوها سوا، احترموا يوم كنتوا فيه كويسين مع بعض، احترموا عيالكم. تعرفوا تحترموا عيالكم؟ طالما بينكم عيال احترموهم، احترموهم وسيبوا الباب موارب، لعل وعسى ربنا يجعل تاني فيه مودة ورحمة ويرجع النصيب عشان خاطر العيال برضو. أي واحد وواحدة دلوقتي بيسمعوني، حتى لو بينكم مشاكل بس في عيال، بصوا للعيال واحترموا وجودهم في حياتكم، استحملوا عشان خاطرهم، يستحقوا منكم. عيالنا يستحقوا التضحية. هنضحي بإيه أو لمين؟ لو ما ضحيناش لعيالنا ممكن أفهم هنضحي لمين. البوست ده جميل قوي وحبيت أعلق عليه وأقوله عشان يكون درس لكل شاب وشابة هيبدأوا حياتهم أو بدأوا حياتهم بالفعل وشايفين إن الجواز روتين وخنقة ويا ريتني ما اتجوزت. الجواز سكن ومودة ورحمة، شوفوه بمنظور تاني غير منظور المسؤولية وغير منظور أنا عليا وعليا وهي أنا بعمل وبعمل. شوفوه بود ورحمة وحبوا بيوتكم، بيوتكم اللي ربنا جعلها لكم سكن، اللي ربنا جعلها لكم أمان. في ناس بتشتهي 4 حيطان وبتشتهي بيت، ودايما هتلاقي المتجوزة بصة للي ما اتجوزتش، واللي ما اتجوزتش بصة للي متجوزة، واللي عندها عيال بصة للي ما خلفتش وشايفاها مرتاحة، واللي ما عندهاش عيال بصة للي خلفت وشايفاها يا بختها دي عندها عيال. بصوا لنفسكم ارضوا وبصوا في حياتكم انتوا، وحبوا بعض واحترموا بعض واختلفوا باحترام. حتى لو هنسيب بعض نسيب بعض باحترام، لأن النهايات أخلاق. بحبكم وتحياتي ليكم مروة عزام.